السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غندير معكم بريوات بهذا ورقة الفيلو بالخضر والكفتة. المهم ان شاء الله نشوفوا هذا طريقة التحضير. المهم كما كتشوفوا معايا هنا في مقله درت واحد هذا 3 البصلات مشلضين وزدت لهم كذلك فلفله حمراء، واحد الفلفله حمراء تكون متوسطه، وزدت لهم واحد تقريبا 2 خيزوات. هنايا عندي لاطريه اللي هي البزار، سكينجبير، شويه الكركم، هذا شويه الريحان، شويه التحميره، شويه الملحه، شويه ديال الاوريغانو. المهم كنزيد هاد اللاطريه هذه، كنزيدها البصله وخيزو والفلفل اللي تشحروا عندي واحد شويه صافي. وكنزيد كذلك واحد هذا شويه ديال قزبور ومعدنوس صافي. غنحرك هاد الخضره هذه وغادي نخليها تشحر صافي في نفس المقله. المهم كنحيد هذيك الحشوه ديال الخضره وكندير الكفته في نفس المقله. كندير شويه الزيت، هذا زيت زيتون، وغندير الكفته اللي عندي وغادي نطيبها. غير هو ما نطيبوهاش بزاف، غير كنشحرها شويه، غير تقيسها هكا العافيه شويه. المهم نشحرها غير واحد شويه، ما طيبش بزاف صافي. نخليها حتى هي تبرد وهذا من بعد ما كتبرد ليا الكفته ديالي كما كتشوفوا معايا، والحشوه حتى هي تاع الخضره كتكون بارده صافي. غنخلطهم بجوج، كنخلطهم حتى كينسجموا مع عندي هذاك، حتى كينسجموا مزيان صافي. وكتكون عندي هنايا الحشوه ديالي كتكون واجده. غير هو هاد الحشوه ما خصهاش تبقى فيها الماء. الخضر فاش كنكونوا كنشحروها خصنا نحاولوا نطيبوها، هذا نحاولوا نطيبوها تتحيد لنا منها الماء، ما يبقاش لنا فيها الماء، لان ملي كيكون الماء تيقطعنا الورقه. انا بحال دابا الحشوه عندي هنايا ما فيهاش الماء نهائيا. المهم انا استعملت هنايا هاد الفيلو بيستري على هاد الشكل هكا كتكون طويله. المهم قسمتها على جوج، بحال هكا. المهم انا باش غنخدم غنحتفظ به، والاخر اللي ما غاديش نخدم به غادي نعاود نرجعو للثلاجه صافي. غناخذ دابا هاد النصف هذا اللي قطعت. المهم انا هنا غنبقى نخدم بجوج، وكل الحشوه نديرها في جوج ورقات. غناخذ كل جوج ورقات غنقطعهم على 3 صافي. هنايا احتفظت بداكشي اللي غنخدم به في هاد البلاستيكه، وهنايا غنقطع الورقه على 3. تقدروا ديروا نتوما الحجم اللي بغيتو. هنا كيجيو شويه كبار، ماشي كبار بزاف ولكن متوسطين تقريبا. قسمتو بحال دابا هادي على 4 يجيكم صغار على هادو اللي غندير انايا صافي. هنا كما كتشوفوا معايا قسمت الورقه على 3. هما عندي هنا جوج، وغنبقى نستعمل جوج ديال هذا جوج وراق في الحشوه صافي. كندهن هنايا بالزبده، الزبده اللي حيدت اللي ذوبتها وحيدت منها الحليب من قبل، باش ما كتحيدوا من الزبده هذا الحليب كتجيكم الورقه مقرمشه، ما كتجيش فازكه. المهم صافي هنايا غندهن الورقات كلهم بالزبده صافي، وغنبقى ندير الحشوه وغادي نشكل البريوات ديالي. المهم هنايا درت الحشوه وكنشكل البريوات ديالي بحال هذا الشكل هكايا. ودرت واحد شويه ديال الخليط ديال الدقيق والماء هو باش كنلصق في الاخير. المهم صافي كنبقى غاديه على هاد الطريقه حتى كنكمل الحشوه ديالي اللي عندي كامله.
المهم هنا ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا شكل تاع البريوه قداش جات وشكل كيفاش كنشكلها وصافي. المهم هي هاد الورقه ديال الفيلو بيستو هي الاستعمال ديالها ماشي صعيبه، المهم ما تخليوهاش هذا تنشف مع عندكم وصافي، ديروها فشي بلاستيكه. هنا من بعد ما كملتهم كاملين صافي كندهنهم بشويه الزبده، كندهنهم من الجهتين كندخلهم الفران صافي كيجيو على هذا الشكل هكايا. المهم البريوات تاعي جاو على هذا الشكل هكايا. المهم انا زينتهم بهذا بشويه الخس وطوماط سوريز. ايوا كنتمنى ان شاء الله الفيديو تاعي ينال الاعجاب تاعكم. المهم غنحل معكم وحده قبل ما هذا نسالي الفيديو. راه كيجيو مقارمشين كيجيو زوينين. المهم غتشوفوا معايا وحده غنحلها كيفاش جات في الوسط، جات بحال هذا الشكل هكا. ايوا المهم كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. في امان الله، دمتم سالمين.